تخيل كده إنك ماشي في بلد درجة حرارتها تحت الصفر. التلج مغطي كل حتة. نفسك بيطلع بخار من كتر البرد، وفجأة تلاقي الأرض اللي تحتك سخنة والبخار طالع من الصخور. المنظر ده مش خيال، ده واقع يومي في أيسلندا، البلد اللي فيها الجليد والنار عايشين سوا من غير ما يخلصوا على بعض. السؤال الغريب، إزاي ده ممكن يحصل؟ ليه في بلد متجمدة الأرض بتغلي تحتها؟ لو أول مرة تشوفنا ادعمنا بلايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. القصة بتبدأ من تحت الأرض، من حاجة اسمها النشاط الجوفي. أيسلندا واحدة من الأماكن النادرة جدا على كوكبنا اللي بتقع فوق صدع ضخم جدا بيفصل بين قارتين، القارة الأمريكية والقارة الأوروبية. الخط ده اسمه الصدع الأطلسي، وهو عبارة عن خط نار فعلا بيتحرك تحته صهير الصخور اللي بنسميه المجمع. الصدع ده مش ساكن، ده شغال على طول، بيطلع حرارة وبيحرك الصخور ويكون أرض جديدة. لما الصهير ده يطلع من تحت بيقابل الجليد اللي فوق، والنتيجة بخار وحرارة وبراكين ومياه بتغلي حرفيا وسط التلج. المنظر غريب جدا، جبل أبيض من التلج وجنبه فوهة بركان بتطلع نار ودخان، علشان كده بيسموها أرض الجليد والنار. بس الغليان اللي بيحصل تحت الأرض مش مجرد صدفة. أيسلندا قاعدة فوق حاجة أعمق وأغرب، حاجة اسمها البقع الساخنة. ودي منطقة في وش الأرض بتكون فيها الحرارة طالعة من جوه الكوكب بشكل مركز، تخليها كأنها عين نار جوه الأرض بتولع طول الوقت. البقعة دي هي اللي مخلية التربة الأيسلندية دايما سخنة حتى في عز الشتاء. ده كمان السبب إن البراكين هناك مش بتنام. عدد البراكين في أيسلندا كبير جدا بالنسبة لمساحتها الصغيرة. كل شوية تلاقي بركان صاحي بعد سنين هدوء ينفجر ويغلي الجليد حواليه ويغير شكل الأرض. في كل انفجار بتتكون أنهار جديدة وبحيرات سخنة، وحتى جزر صغيرة بتطلع من تحت الأرض، كأن الأرض بتتنفس وتعيد تشكيل نفسها قدامك. الغريب إن الناس هناك متعايشين مع ده كأنه طبيعي جدا. عندهم مية سخنة طالعة من الأرض من غير ما يحتاجوا يسخنوها، بيستخدموا الحرارة دي في التدفئة وفي توليد الكهرباء. تخيل إن 90% من الطاقة في أيسلندا جاية من باطن الأرض. بس أوقات الغليان ده بيبقى مرعب. لما بركان كبير يصحى ممكن يسيح جليد بمساحة مدن كاملة ويعمل فيضانات ضخمة. في نظر العلماء أيسلندا أشبه بمعمل طبيعي بيشوفوا فيه إزاي الكوكب بيتكون. المكان هناك بيجمع كل التناقضات، برد قاتل ونار مولعة، تلج ساكن وصخور بتتحرك من تحت. العلماء بيقولوا إن اللي بيحصل تحت أيسلندا شبه اللي بيحصل في بداية تكوين الكواكب لما الماجما كانت بتغلي وتشكل الأرض. اللي يخليك تحب المكان ده إنك تحس إنك واقف على الحد بين عالمين، رجلك على الجليد لكن تحته نار حقيقية. إحساس غريب إنك تكون في بلد كله أبيض لكن تطول الأرض تلاقيها بتولع من جوه، كأن الطبيعة هناك بتحاول تقولك أنا فيها كل المتناقضات بس عايشة في توازن. وبرغم إن الناس اتعلمت إزاي تستفيد من حرارة الأرض دي، لسه محدش يقدر يسيطر عليها فعلا. البراكين بتقرر لوحدها إمتى تصحى، والأرض بتفكر لوحدها إمتى تغلي. يمكن ده اللي مدي المكان رهبة وغموض، يخليك تحس إنك في آخر الدنيا، في بلد فيها النار والجليد بيتكلموا مع بعض بس محدش فاهم لغتهم. في الآخر لما تسأل ليه في أيسلندا رغم البرد الشديد الأرض بتغلي تحتها، الإجابة مش بسيطة، لأن اللي بيحصل هناك مش مجرد ظاهرة علمية، ده عرض حي لقوة الكوكب نفسه. يمكن السر الحقيقي في أيسلندا هو إنها المكان الوحيد اللي بيجمع بين الحياة والموت، السكون والغليان، البرد والنار، كل ده في نفس واحد. وفي الآخر يمكن اللي بيحصل في أيسلندا يفضل لغز مش سهل نفهمه، بس أكيد بيورينا قد إيه كوكبنا حي وبيتنفس ويغلي من جواه حتى لو وشه كله تلج. يمكن الرسالة اللي بتقولها لنا الأرض هناك بسيطة، ما تبصش للمظاهر تحت أكتر مما تتخيل. ولو عجبك الكلام ده ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة
علشان يوصلك كل الحلقات الجديدة من وعي على خفيف.